مروان انت في حته خد بالك. لازم الناس تفهمها اكتر، لانه مش دايما اللعيب اللي بيبقى جاي ورايح للنادي الاهلي وبعديها ينضم للمنتخب بينجح. انت جيت في وقت، انا اسف في الكلام اللي انا هقوله. لا لا طبعا، لا اللي انت بتقوله صح. صح كده؟ صح. مروان عطيه جاي هيقعد دكه في النادي الاهلي وشويه وهيختفي، مفيش الاسم نفسه على بعضه. بص يا ابراهيم، انا اتقالت لي قبل ما اروح في وشي. والله العظيم؟ ناس قالتها لي في وشي. طب احكي لي. انا اولا كان جاي لي الزمالك. ايوه. وبيراميدز. وفيوتشر. وما كانش جاي لي الاهلي لسه ساعتها. ما كانش جاي لك الاهلي. فانا اول فرقه كلمتني الزمالك. ماشي. وانت عارف احمد يحيى وكيلي، فكلمني على طول قال لي انا جايب لك 1 2 3. قلت له تمام. هو جه كلمني على طول قال لي انا هوديك الحته الفلانيه. ماشي. ما جاش بقى اتكلم معايا الاول وقال لي انا هعمل لك واخلي لك وهشوف لك وهحاول. لا، هو قال لي انا جايب لك الحته الفلانيه. وفعلا يعني بعدها ب3 ايام قعدني مع الناس. فالنادي الزمالك نادي كبير طبعا. ماشي. يعني نادي كبير فساعتها انا قلت له تمام ماشي. فرحنا قعدنا واتفقنا على كل حاجه والموضوع ما مشيش. ما كملش. فرجعت النادي تاني. الحمد لله يعني ربنا ثبتني ان انا ما احبطتش بقى لا، اشتغلت اكتر. قعدت 3 4 شهور بعد ما ما مشيتش في الصيف. لا، في اول السنه. ماشي. ففضلت العب مع زوران. قعدنا حوالي 6 اسابيع اول الدوري. ماشي. فاكر مع الاتحاد. فاكر مع كان استاذ محمد مصلحي. ايوه، وجبت جونين طبعا وساعتها رحت المنتخب مع فيتوريا. من الاتحاد. ماشي. فساعتها بعديها الاهلي كلمني. فاول ما النادي الاهلي كلمني طبعا والله يعني يا ابراهيم، مش يعني احترامي لكل الانديه على راسي، بس ما فكرتش. عشان انا اهلاوي يعني صميم، فما فكرتش. اهلاوي ولا لا اهلاوي؟ لا اهلاوي بجد. لا انا اهلاوي بجد. لا والله اهلاوي بجد. وليا صوره وانا عندي 7 سنين او 6 سنين وانا لابس تيشيرت ابو تريكه. فلا انا اهلاوي بجد. ابويا الله يرحمه كان متعصب. ملهم ابو تريكه. ابويا جاله الضغط والسكر بسبب الاهلي. لا والله. والله العظيم. واحنا اخواتي كلنا كنا بنقعد نستنى الماتش. ففكره ان انت تروح الاهلي دي بالنسبه لك حققت حاجه انت كان نفسك يعني فيها. ايوه. لا يعني اول ما جالي الاهلي انا ما فكرتش خلاص. طيب. مع ان يعني الانديه الثانيه كانت انديه كبيره ومحترمه. بس اول ما جالي الاهلي ما فكرتش. طيب انت جيت في وقت الناس مش حاسه قوي باسم الصفقه، يعني الناس مش حاسه باسم مروان عطيه. ما انا هجي لك. هو ناس كتيره كلمتني لا انت فرصتك في الاهلي مش هتلعب. أيوة. بصراحه يعني ما هو انا ساعتها كنت بقعد افكر ما شاء الله في لعيبه كبيره. سوليه، حمدي، ديانج، قفشه. ففي 4 ما شاء الله، وساعتها كانوا مكسرين الدنيا الله اكبر يعني. فما كان الرباعي ده في الحته دي كانوا ما شاء الله يعني. ماشي. فكذا حد يقول لي ما انت فرصتك في الزمالك او في الحته الفلانيه اكتر هتلعب. في مساحات. في مساحات، لكن فرص. لكن الاهلي ما فيش. يعني فيه قلت لهم يا جماعه انا خدت قراري خلاص. صليت استخاره وخدت قراري، وده قرار انا حابه وهروح. واللي ربنا كاتبه لي هشوفه. كفايه ان انا هيبقى اسمي لاعب النادي الاهلي، حتى لو مشيت هيبقى لاعب في النادي الاهلي. اروح بس وخلاص. يعني ان شاء الله هروح، سيبوني اروح. انا بس انا مستني اروح. ماشي. فالحمد لله رحت من اول يوم. يعني كولر بصراحه يعني فرق معايا جدا بصراحه. فرق معايا. يعني لا انا رحت من اول يوم. دخلني في الفرقه. في اول يوم رحت كان تاني يوم عندهم معسكر. قال لي هتسافر معايا. قلت له تمام. يعني قال لي هتسافر معايا عشان تخش اجواء الفرقه. تاني ماتش لقيت نفسي باخد. فانا بقى يعني في الاتحاد كان في جماهير، يعني بوجه لهم الشكر طبعا. الاتحاد السكندري طبعا والحاج محمد يعني لهم فضل كبير عليا. يعني هم سبب في هم ليهم جزء في اللي انا فيه طبعا، وبشكره من خلالك يا ابراهيم. فلا يعني قلت هروح. ماشي. وانا واثق في نفسي واثق في ربنا. هشتغل يعني هركز في شغلي. هخلص بجد. والحمد لله يعني ركبت ما نزلتش. الحمد لله يعني ده فضل من عند ربنا. ومن بعديها المنتخب وبعديها في المنتخب بقى كانت فرصتي بقى ان انا خلاص بقيت لعيب اهلي. ففرصتي في المنتخب بقت اكبر. فخدت فرصه اكبر فلعبت فاثبتت ان انا كويس قادر ادي الثقه فكملت.